شوفوا ليلى عبد اللطيف شنو خرجت كتقول في هذا الفيديو. هذا الفيديو خطير بزاف، فيه شي كلام اللي ما قدرش العقل ديالي يستوعبهم. هاد السيده هادي ما عرفتش منين جايه. تبعوا الفيديو باش تشوفوا. توقع قد يكون العالم في المرحلة القادمة أمام مشاهد انتشار فيروس جديد يصيب الرئة ويضرب جهاز التنفس. انتبهوا جيدا من احتمال انتقال العدوى إلى الأطفال، لأن علاج هذا الفيروس لن يكون متوفر في منظمة الصحة رح نرجع للكمامات شكلنا. صحيح. لبنان سوف يتم رفع العقوبات عن لبنان خلال المرحلة القادمة. هلا السنة الجاي اللي بعدها قبل الله العليم عليه، دايما نقول العلم عند الله امتى، عن طريق تخفيف القيود المالية والعسكرية المفروضة على لبنان، وسنرى الليرة اللبنانية تتعافى أمام الدولار. حلو. وهذا الانفراج سيبدأ من خلال الإصلاحات والاتفاقيات التي ستجلب للبنان القوة الاقتصادية من جديد، وسنرى أمريكا والرئيس ترامب سيشارك في تحقيق وتسريع هذا الحدث، بالإضافة إلى بعض الدول ازدهار اقتصادي نوعا. نعم، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والعربية الفاعلة. ومن هنا سيشعر اللبنانيون بتحسن ملحوظ في عمليات القبض أو تحويل الأموال من وإلى لبنان. كما أرى أن هذه العقوبات لن يعني ما رح تنشال عن بعض الشخصيات البارزة سواء من خارج أو داخل لبنان. يعني في شخصيات رح يحطوا عليها عقوبات، حتى إذا بدك هنشوف العقوبات على بعض وزراء، على بعض رؤساء، على بعض شخصيات لبنانية العقوبات حتضل عليهم، لكن على الشعب اللبناني لا. يعني هالمعاشات رح تطلع يا ست ليلى والشعب يفرح؟ صحيح. يعني أنا بقول أنه إذا صار في الاقتصاد منيح بلبنان والحالة كويسة، أنا بنصحكم تشتروا لبناني. أنا أول وحدة حاشتري لبناني، وعم بشتري أوريدي، عم بشتري لبناني. يعني هلا اللي معه دولار بيقلبوا لبناني. أنا بشجع يصفلوا، ما يقولوا أنا عم بشتري لبناني. قلبوا الدولار للبناني. الدولار بعد شوف أي. أنا أول وحدة حابعت لك الأرشيف يا علي، من كم سنة قلت الليرة السورية بتتحسن أمام الدولار. صح. وفي كتير ناس متابعتني بسوريا وحطوا لي التوقع هيدا وتحسنت، وفي ناس خسرت من وراء الدولار على الليرة السورية. قلت الليرة السورية رح تتحسن أمام الدولار، هيدا اللي قلته. مظبوط. هلأ بقول الليرة اللبنانية ستتحسن أمام الدولار. يعني يا جماعة اللي مجمع دولار يقلبوا لبناني وينطر. صح؟ والله هن حرين، أنا حاعملها. أنت رح تعملها. أنت حتعملها وأنا يعني؟ رح أعملها، بس ترجم أعملها. يبقى متفقين. ستشهد ألمانيا وتركيا اشتعال المزيد من الحرائق الكبيرة للأسف والخطيرة وغير دول. سنرى المظاهرات تعم الشارع الألماني من جديد بسبب حدث مؤسف يرافقها أعمال شغب، والشرطة الألمانية تعتقل العشرات بسبب أعمال الفوضى والشغب. سنرى فيروس شديد الخطورة يضرب ألمانيا، والشعب الألماني في حالة غضب بسبب الإجراءات الحكومية المشددة، وهو يرفض هذه الإجراءات ويحتج في الشارع، ولن يتقبل القرارات الحكومية القادمة سواء كانت تتعلق بخصوص اللقاح أو الإغلاق التام. والأنظار ستتجه إلى أحد المطارات المهمة بألمانيا لأحداث مؤسفة. طب سؤال ست ليلى، الفيروس يلي رح ينتشر بألمانيا، نعم، رح ينتشر إلى خارج ألمانيا؟ أكيد، مشان هيك رح يعملوا إجراءات هن، بس في انتشار ما بينحصر بألمانيا. لا، ما بينحصر بألمانيا. لبنان الخارجية الأمريكية تعلن إجلاء عائلات الدبلوماسيين وتطلب من رعاياها مغادرة لبنان لفترة زمنية بسبب حدث ما. الله يستر. خلينا بلبنان. سنرى ونسمع عن رجل خطير جدا بأنه قد أصبح في قبضة الجيش اللبناني، ويبدأ الإعلام بنقل التفاصيل والخبر. بغيت كل شيء قال يتفرج لهذا الفيديو في لي كومونتير، يخلي لي يقول لي واش التوقعات فعلا غادي يكونوا ولا ما غيكونوش.